ان احنا قولي لي بنفطر. اعمل ايه علشان اهرب. او الحما اللي تقول مرات ابني بتهرب من ده وراحه بيتهم، واحنا مش عايزين المناظر دي، وهي كده مم. بتفرق وبتبعد ابني وانا ما عنديش الكلام ده. او ان اه. هي تقول انا بعملها فرصه ان انا بوفر ماديات ولادي شقيانين، فانا مم. بجمعهم عندي، ده جازتنا. فمن البدايه يا جماعه الامر ده لازم نبقى اول حاجه مجددين فيه النيه، ثانيا ما بنجيش فيه على نفسنا، بس في نفس الوقت بنعمل موازنه، وهي دي الصعبه. يعني هي دي القصه الصعبه في الحوار، ان هي فكره ان احنا ما ينفعش نقول قاعده تمشي لكل البنات وكل الحموات اعملوا كذا، ولكن في خطوط عريضه المفروض ان البيوت تمشي عليها بما يتناسب مع ظروفها، من غير ما اطلع من رمضان بضغط نفسي وعبء مادي. يعني واحده مم. تقول اصل انا مراتي الكبير وحماتي شرطه ان هي هتيجي تقضي رمضان عندنا وهتقعد وكلهم هيجوا عندي، وانا مش قادره لحاجه زي كده. او حد اه. يقول انا هديها وهي اللي تطبخ. بص شفت اشكال يمكن ما كانتش موجوده زمان، ولكن متنوعة بسبب كتير جدا. اه اه. جدا. وهي المفروض ان الناس بقت يعني الضغوط اشد، لكن الناس عاملاها باب تفريج وباب ان انا كده يعني عندي ست هي قالت انا هدي لابني المصاريف الشهر ده، انا كده يعني رحمهم وهيشيلني انا وابوه مثلا، ما عادش الا احنا بس، انا ما ينفعش اقعد غير عند مرات الكبير، فهم مرات الكبير ما هيلففوا المراتات التانية. يعني قصص كده وتدخلات، مم. منها النتيجة اللي بنوصل منها ان بيبقى نوع من انواع الضغط. فاهم حاجه، اول حاجه بنجدد نيتنا ايا كان ظروفك، ايا كان ضغوطك، ايا كان، فانت تمام. بتجدد النيه. مم. تاني حاجه بنحط خطه تتلائم مع ظروفي كعيله وظروفي كشخص وظروف جوزي، لان ده العنصر المهم في الموضوع.